أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهاردة معانا خبرين مهمين لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، سواء المتواجدة بالمملكة أو اللي لسه هيقدم على طلب تأشيرة زيارة عائلية أو منتظر كمان يحجز تسهيل. النهاردة تم عودة حجز تسهيل لدول معينة في تأشير، وكمان حاليا في رسائل بتيجي على أبشر بضرورة المغادرة من المملكة لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية المتواجدين حاليا في المملكة العربية السعودية. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. النهاردة على موقع تسهيل أو تأشير تم إتاحة الحجز لتأشيرة الزيارة العائلية لبعض الجنسيات العربية، وهذه الجنسيات هي الصومال وجزر القمر وليبيا وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا وسوريا. دي الدول والجنسيات اللي أصبح متاح يحجز موعد في تسهيل لتأشيرة الزيارة العائلية، ودي تعتبر بشرة خير بقرب إتاحة الحجز لباقي الدول العربية اللي منهم هتكون مصر بإذن الله، والجزائر وتونس والمغرب والسودان واليمن والعراق وأندونيسيا وباكستان. وبإذن الله بمجرد ما يتاح الحجز هنبلغكم مباشرة على القناة. نيجي بقى للخبر التاني، إن في رسائل بتيجي حاليا على أبشر بيقولك يلزم المغادرة من المملكة العربية السعودية. بص كده على الشاشة، وده كانت حالة بعتها لنا أحد المتابعين الكرام، جزاه الله كل خير عشان نوضح للناس. فياريت الكل يدخل على أبشر يشيك على تأشيرة الزيارة العائلية بتاعته، دي حاجة. والحاجة التانية، الرسالة دي ما تقلقش في حالة انك انت تاريخ الانتهاء على أبشر لسه مجاش، دي أول حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لتأشيرة الزيارة العائلية اللي سارية هتجدد عادي من أي منفذ. المشكلة بس لو انت بتحاول تمدد من أبشر بيظهر لك هذه الرسالة بأنك لازم تغادر من المملكة، وفي حالة وجود أي جديد هنبلغكم بإذن الله. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.